كلامي بوجهه النهارده لكابتن نادي الزمالك كابتن خالد الغندور. امبارح بعد ماتش الزمالك وسموحه كان مع سيف زاهر، وبعدين قال لك من ضمن الحاجات والقرارات اللي اتخذت ان ضربة جزاء حسام حسن صحيحه. انا معاك، وعلى فكره حسام حسن ليه ضربتين جزاء، واحده في اول 30 ثانيه من الماتش، والثانيه اللي هي كوره شد حسام عبد المجيد. التانية قال لك ان ضربة جزاء الزمالك مش صحيحة بتاعت احمد حمدي، وانا مختلف معاك لان ضربة الجزاء دي صحيحة وجت بالاعادة، وفي فيديو على صفحتي بيأكد ان الكرة جت في كعب احمد حمدي واترفعت، مش جت في رجل مدافع سموحة. كلامي دلوقتي الكابتن خالد الغندور. طبعا انا مش هقول لك ان انا عامل الفيديو علشان اقول لك ان انت كلامك في القرارات مظبوط ولا لا، انا هقول لك على حاجة تانية. بص يا كابتن خالد، في لعيبه كانت بتلعب في الاهلي ولاعيبه بتلعب في الزمالك، لما اللعيبه دي بتعتزل وبتطلع ان قراراتها او كلامها او ارائها بتبقى عند في جمهور النادي المنافس، صدقني مصداقيتك بتقل والناس ما بتبقاش طايقاك اصلا. وانت واحد من الناس دي، انت زملكاوي محسوب على الزمالك، وكنت بتطلع وبتعاند في جمهور الاهلي، وبالتالي جمهور الاهلي ما بيطيقكش ماشي على الارض. لما تيجي ان انت دلوقتي وتقول لي ان انا متعاطف مع الاهلي علشان بيلعب في نهائي دوري الابطال وانا مصري وانا هشجع الاهلي، جمهور الاهلي مش هيصدقك. لما انت تتكلم وتراضي جمهور الاهلي في قرارات زي امبارح، وان في قرار للزمالك وانت ما شفتوش، انت تسرعت واستعجلت وتطلع وتقول زي ما جمهور الاهلي بيقول، برضه جمهور الاهلي مش هيصدقك. وبرضه لو انت فرتكت نفسك يا غندور، برضه جمهور الاهلي مش هيحبك. نفس القصة أنا بالنسبة لي واحد زي شريف عبد الفضيل، واحد زي أحمد بلال، واحد زي معتز إينو، واحد زي أيمن شوقي، واحد زي إسلام الشاطر. الناس دي لو طلعت وفرتكت نفسها واتعاطفت مع الزمالك لأي سبب ما، وقالت لك إن أنا مثلا أنا هبقى مع الزمالك لأن بيلعب نهائي كونفدرالية، أنا مش هشجعه، مش هبقى مبسوط بيه، مش هصدقه. أنت فهمت؟ يبقى يا كابتن خالد غندور هد اللعب، ما تطلعش وتعمل فيها محايد، ما تطلعش وتعمل فيها سياسي. انت يا خالد انا عايز اقولها لك بكل بساطة، انت مالكش وزن في التحليل الرياضي، ومالكش وزن في الاراء الرياضية، ومالكش وزن عند جمهور الاهلي، فمهما تعمل مش هيرضى عنك. يبقى يا كابتن خالد اهدى، ويا ريت، انا مش بقول لك ان انت تجامل عمال على بطال النادي اللي عملك وفتح بيتك واكلك عيش انت وولادك وبيتك كله. يا كابتن خالد خليك زملكاوي زي ما انت، واحترم نفسك وتاريخك بتيشيرت نادي الزمالك. دي نصيحة من اخي ليك اصغر، معلش استحملني في الكلام شوية.